بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. زي ما وعدتكم دي باقي فيديوهات التقفيل. هنا هنقفل الخدادية بتاع الطقم. طبعا هتلاقوا فيديو القص وفيديو تقفيل المخدة على القناة. انا معايا هنا طبعا الخداديتين، وده القلاب حوالي بيبقى 20 سنتي في 50 سنتي. تمام، دول كده الخداديتين، ودي شرايط اللي هعمل بيها الكشكشة على الخداديتين. بتبقى تقريبا 10 سنتي في طول بقى زي ما هنحتاج يعني، بس بيبقى عرضها 10 سنتي. ودول القطعتين اللي انا هستخدمهم في نص الخدادية كده زي ما احنا شايفين في الطقم. بيبقوا 50 في 40 او 50 في 35 على حسب العرض اللي انت محتاجاه، بس انا عاملاه هنا 50 في 50 في 40. دول الاول الشرايط كده اللي هي بتاعة الكشكشة اللي احنا شايفينها على الخدادية دي من على اليمين وعلى الشمال. هبتدي ان انا هكشكشهم كده الاول من جنب، وهتنيهم من الجنب التاني تانية صغيرة خالص كده. زي ما قلت لكم، اللي ما شافش فيديو القص هتلاقوه على القناة، وفيديو تقفيل المخدة هتلاقوه برضو على القناة. بنقفل المخدة من غير ما نستخدم مكنة الاوفر او السرفلة يعني. وده كده فيديو تقفيل الخدادية. هبتدي ان انا هتني القرانيش كلها. تمام، وهبتدي ان انا هكشكشها. انا هعمل دي معاكم وبعد كده هقفل الكاميرا وهعمل الشرايط الباقية، هتنيها وكشكشها. هنا كده الكشكشة انا هبتدي عندي دواسة كشكشة ممكن هستخدمها. هنشوف برضو مع بعض بنغير الدواسة ازاي. المفك ده بيبقى جاي مع المكنة. الدواسة دي انت بتشتريها من عند اي حد بتاع مستلزمات المكن. بتفك المسمار كده زي ما انت شايفة، وبنبتدي نحط الدواسة ونربط تاني. يعني طريقة تغييرها سهلة جدا، مش محتاجة اي حاجة. لو ما عندكيش الدواسة بتاعة الكشكشة هتلاقيني في فيديو تقفيل الملاية ان شاء الله، الفيديو اللي بعد ده على طول. بعمل الكشكشة بايدي عادي بالدواسة بتاعة المكنة العادية، يعني مش لازم حتى دواسة كشكشة. بتأكد طبعا ان الابرة بتنزل في مكانها عشان ما تتكسرش مني. لازم اتأكد قبل ما ادوس على الرجل بتاعة المكنة من تحت. وهبتدي كده اكشكش الشريط الاول. زي ما قلت لكم انا عاملة 4 شرايط لان كل خدادية بتاخد شريطين. شايفين الدواسة بتطلع الكشكاشة بسهولة جدا من غير اي تعب، اكنك بتخيطي عادي، بس هي بتطلع مكشكشة. انا هنا هدوس عليها تاني عشان في حتت كده لما شديت ما تكشكشتش كويس، فبدوس عليها تاني. انا ببقى عايزاها يعني الشريط ده ببقى عايزة طوله حوالي 50 سنتي. انا مش هستخدم اكتر من كده للخدادية. الجنب الواحد هيبقى طوله 50 سنتي. لقيت ان الشريط معايا طويل، ممكن ازود كشكشة زي ما انتوا شايفين كده. انا بعيد عليها مرة واتنين ازود في الكشكشة. لقيت الكشكشة بتاعتي خلاص تمام يعني كويسة، والشريط طويل عادي بقص الزيادة مفيش مشكلة. بس انا هنا كان في حتت كده الكشكشة مش معمولة حلو، فببتدي ان انا اعيد عليها تاني. بزود الفوليوم بتاع الكشكشة. بس هبتدي كده ان انا اعمل ال4 شرايط التانيين بنفس الطريقة. هتنيهم الاول. انا بحب اتني الاول وبعد كده
اعمل الكشكشة بتبقى اسهل، يعني تتني الاول وبعد كده تشتغلي الايه الكشكشة بتاعتك زي ما احنا شايفين كده. هنعمل الشرايط التانية زي ما قلت لكم. هنا انا عملت الشرايط التانية كشكشتها كلها. هنبتدي بقى ان احنا نركبها في القطعة اللي هنحطها على الخدادية من برا، القطعة اللي هي المشجرة دي. القطعة المشجرة دي لو تفتكروا احنا ما قصناهاش مع بعض، بس دي بناخدها من القماش، كان متبقي 75 سنتي مشجر. طبعا الناس اللي شافت الفيديو بتاع القص هتفهم انا بتكلم عن ايه. فدي قصيناها منها 75 50 اسفة في 40. وهبتدي اركب الشريطة بتاعة الكشكشة عليه، الوش في الوش زي ما احنا شايفين كده، وش الكشكشة في وش القماشة المشجرة، والكشكشة بتبقى من ناحية جوه زي ما احنا شايفين كده من ناحية جوه. وببتدي ان انا احطهم كده واظبطهم على بعض وامشي على الخياطة اللي انا عاملاها بتاع الكشكشة، مش بعديها، بحيث انه ما يبقاش فيه شكل خياطة باين لما اقلب الكشكشة بعد كده. امشي على نفس خط الخياطة اللي انا عملت عنده الكشكشة، واتبت طبعا بالفرماتورة. وهبتدي اقص الزيادة زي ما احنا شايفين، هتبقى بالشكل ده كده. هنركب برضو الجنب التاني زي ما احنا شايفين كده، الجنب التاني بنفس الطريقة برضو، الوش في الوش والكشكشة من ناحية جوه من ناحية القماش المشجر، وبخيطها كده. عملت الجنبين بتوعي. هبتدي بقى الخطوة اللي جاية ان انا عاوزة اركب الجزء ده على الوش بتاع الخدادية بتاعتي. هبتدي كده اجيب وش الخدادية بتاعي، وهنشوف دلوقتي ازاي هنوسطنه عشان ما يبقاش لا جاي يمين ولا جاي شمال. ده كده وش الخدادية بتاعتي. هبتدي ان انا اعلم النص، هعمل علامة على نص الخدادية من فوق ومن تحت. انا بوريكم هنا المفروض ان الجزء اللي احنا لسه مخيطينه مع بعض ده يجي كده في نص الايه في نص الخدادية، وهبتدي ان انا اخيطه نفس اللي عملته في الجزء المشجر هعمله برضو في الخدادية بتاعتي. برضو هعلم نقطة النص كده من فوق ومن تحت، هعمل فورت كده بالمقص، وابتدي ان انا احط الفورت ده على الفورت ده او السبعة دي، يعني على السبعة دي، واثبتها بدبابيس واظبطها علشان خاطر تتوسطن معايا وتبقى مظبوطة ومفيهاش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما حطيت السبعة دي على السبعة دي ببتدي ان انا احط دبابيس بحيث ان هي تفضل ثابتة معايا ما تتحركش، واعرف اخيطها كويس على المكنة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. وهبتدي بعد كده حتة مهمة بقى لازم ناخد بالنا منها، ان الخياطة بتاعة الكرانيش او الزيادة اللي في القماش اللي من تحت مكان ما خيطت الكرانيش والقطعة المشجرة، في حتة زيادة كده دي لازم ادخلها لجوه، تبقى في ناحية ايدي الشمال كده، هتشوفوا دلوقتي الحتة دي اللي هو خط الخياطة ما بين الكرانيش والقطعة المشجرة، تحتيه في زيادة قماش هخليها لجوه
عشان خاطر تبقى متدارية بعد ما اخيط ما تبقاش باينة، لما اقلب الكرانيش كده ما يبقاش في حاجة باينة تحتيها ابدا. اتأكد ان الزيادة بتاعت القماش دي من جوه ما تبقاش من بره. وابتدي احط القماش او اخيط القماش على الحرف بالظبط، على حرف القماش المشجر، واحدة واحدة كده وبراحة عشان تظبط معاكم. هي الخدادية اطول حاجة في طقم السرير كله، اكتر حاجة بتاخد شغل. هنشوف الملاية الفيديو اللي بعد ده، بس مفيهاش شغل يعني كتير، هو الكورنيش بتاعها بس. هنعمل له حاجة اسمها قلاب بطريقة كويسة خالص، وهنتعلم ازاي نعمله وما يورورش معانا القماش ويبقى مظبوط. هنا انا بخيط اهو القطعة المشجرة على على الخدادية، على وش الخدادية بالراحة خالص. طول ما انا ماشية انا بعدل، احنا مش مستعجلين على حاجة. شايفين بقى هقلب الكرانيش دلوقتي، هيبقى مفيش حاجة باينة خالص من الزيادة بتاعت القماش اللي انا قلتلكم عليها دي، كلها لجوه، فبالتالي هتبقى الخياطة بتاعتي نظيفة. اهو شايفين مفيش حاجة. هبتدي اعمل برضو الجزء التاني نفس الطريقة، برضو هتأكد ان الزيادة بتاعت القماش لجوه ناحية الجزء المشجر، وهبتدي ان انا اخيطها بنفس الطريقة اللي فاتت. انا هنا خيطت اهو الطرفين او الناحيتين. هنبتدي بقى ان انا هركب القلاب بتاعي اهو. انا بوريكم الخياطة تحتها عامل ازاي، او الكرانيش تحتها عامل ازاي. هبتدي ان انا هركب القلاب بتاع الخدادية. القلاب بيركب في وش الخدادية، بيركب في وش الخدادية. هبتدي ان انا المفروض هتنيه الاول او اركبه الاول عادي وبعد كده اتنيه، يعني مش هتفرق دي او دي. فانا هنا هركبه الاول في وش الخدادية، هيبقى الوش في الوش، وش القلاب في وش الخدادية، وهبتدي ان انا اخيطه. سهل جدا ما فيهوش اي حاجة. هو الشغل كله في الخدادية، الكرانيش والقطعة اللي هي المشجرة اللي ركبت، وهنشوف بعد كده في التقفيل واحنا بنقفلها كلها. هبتدي بقى ان انا اتنيه. وركزوا انتوا بتتنوا انهي ناحية، لو مش هتعرفوا اتنوا الاول وبعد كده حطوا الوش على الوش عشان التانية ما تجيش لبره. يبقى انا كده عملت اي شغل، اي خدادية فيها شغل في الوش انا بخلص الشغل في وش الخدادية الاول، وبعد كده ببتدي اقفلها، اركب فيها القلاب واركب فيها الظهر. لكن طالما في شغل في الوش يبقى اخلصه كله الاول زي ما انا عملت كده. هبتدي هنا الظهر، هبتدي ان انا هتنيه من جنب واحد بس، اللي هو الجنب اللي هيبقى عند الفتحة بتاع الخدادية بتاعتي، والتلات جوانب التانيين هوريكم هنقفلهم ازاي. مش هنحتاج برضو المكنة سرفلة خالص، اللي ما عندهاش ما تقلقش، هي كفاية المكنة دي وتبدأ مشروعها عادي، وتفصل ملايات لقرايبها لاصحابها للبنات اللي هتتجوز في عيلتها. برضو هحط وش
الظهر بتاع الخدادية الوش في الوش على بعد سنتي كده او سنتي ونص، وبعدين هجيب القلاب عليه كده من فوق زي ما احنا شايفين، واتأكد من الكرانيش، اتأكد ان الكرانيش في اتجاهها المظبوط زي ما احنا شايفين كده، عشان مش بعد ما اخيط الاقيها متبهدلة ولا متعوجة ولا فيها اي حاجة. اتأكد قبل ما اخيط، وبعدين ابتدي هقفلها كده داير ما يدور من ال3 جناب اللي باقيين بالراحة وواحدة واحدة، وما تستعجلوش على حاجة. طول ما انتوا ماشيين كده ايديكوا بتظبط في الشغل. بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده همشي على ال3 جناب بتوع الخدادية بتاعتي كده. انا مشيت اهو على ال3 جناب بتاع الخدادية، ده اخر جنب خلاص في اخره. وهبتدي بقى قبل ما اعمل اي حاجة تاني، هبتدي ان انا اقلب الخدادية، اطمن على الشغل بتاعي، الشغل بتاعي مظبوط ولا فيه قماش جاي تحت الخياطة، قماش مش عارفة ايه، الكرانيش في اتجاهها المظبوط ولا لا. اطمن الاول على الشغل بتاعي قبل ما اكمل تقفيل في الخدادية من جوه. يبقى انا هقلبها واطمن على الشغل بتاعي من جوه ان كل حاجة مظبوطة وتمام. انا هنا بقلبها اهو، الكرانيش بتاعتي تمام معدولة في اتجاهها الصحيح بالشكل ده كده. طمنت على الخدادية بتاعتي، هبتدي بعد كده ان انا اقلبها تاني علشان خاطر اوريكم بقى ازاي هنقفلها من غير سرفلة. انا هنا بحاول اوريها لكم، ببعد الكاميرا شوية. شايفين الطقم يعني بصراحة، والالوان شكله تحفة تحفة تحفة. شايفين القلاب مظبوط والظهر مظبوط ووش الخدادية تمام زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقلبها تاني علشان خاطر اكمل تقفيلها من جوه. انا هنا قلبتها اهو تمام. هبتدي بقى اقص الزيادات بتاعة القماش، هقص من بعد الخياطة، يعني هقولكوا ايه بنص سنتي من بعد الخياطة اللي انا مقفلة بيها الخدادية بحاجة بسيطة جدا. اي قماش زيادة هقصه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما كانش ينفع اقص قبل ما اتأكد ان الخدادية بتاعتي تمام، علشان خاطر لو في كان غلط او حاجة في الخياطة كنت هفك واخيط. لكن زي ما بقولكوا كده، معلش انفصلت التسجيل وبعدين رجعت اسجل تاني. لكن لو قصيت الاول وبعد كده قلبت الخدادية بتاعتي فوجئت ان في غلط او حاجة، طب ما انا مش هيبقى الزيادة بتاعت القماش انا قصيتها خلاص، لا ينفع فك ولا ينفع خيط ولا ينفع اعمل اي حاجة. فزي ما بقولكوا كده، اهم حاجة نطمن الاول على الشغل بتاعنا وبعد كده نقلب ونكمل تقفيل من ورا. زي ما احنا شايفين كده انا قصيت كل الزيادات. كمان الزيادات دي انا ما كنتش قصاها كويس، يعني هتلاقوا بعد انا ما خيطت البرواز من بره اللي هنعمله دلوقتي هتشوفوا يعني ايه برواز، رجعت عملته تاني ان كان في زيادات باينه برضو. فاهم حاجه اتاكدوا ان انتوا قاصين كويس الزيادات كلها، مفيش اي زيادات ايه موجوده. انا هبتدي هنا هتشوفوا معايا هنعمل البرواز ازاي. البرواز تقريبا بيبقى على بعد سنتي من حرف الخدادية. ابتدي اظبطها كويس الاول، وهبتدي كده اخد داير ما يدور خياطة على بعد 1 سنتي.
بتدي شكل حلو للخدادية، وبتدي متانة تخليها ماسكة نفسها كده بالطريقة دي كده. اهم حاجة زي ما بقولكوا باكد عليكوا تقصوا الزيادات، كل الزيادات، وتتأكدوا ان هي يعني مش اكتر من نص سنتي، يعني على اخر الخياطة خالص. ابتدي اظبط كده ونكمل البرواز بتاعنا على الاربع جوانب زي ما انتوا شايفين كده. اهو احنا كده عملنا البرواز على الجوانب كلها، بالشكل ده كده. لو شايفين من الناحية القريبة للكاميرا شوية باين البرواز، ويبقى اقفله طبعا في الماتورة، ويبقى قص الخيوط الزيادة، وهبتدي اقلب تاني من جوه علشان اطمن ان التقفيل بتاعي مظبوط. ابتدي افتح تاني الخدادية واقلبها من جوه زي ما احنا شايفين كده. بيبقى مش باين اي زيادات المفروض من جوه خالص. انا في حتة بس كانت زيادة ومكانتش مقصوصة كويس، فاضطريت ان انا اعيد تاني على البرواز، فكيته وقصيتها كويس وعدت تاني عليه. زي ما احنا شايفين المفروض يبقى من جوه كده. هنا هيكون في حتة زيادة، هبتدي ان انا اخدها تاني كويس. اهي الحتة دي ما كانتش مقصوصة كويس، شايفين حتة صغيرة قد كده بتبوظ الدنيا كلها. فانا طبعا كان ورا الكاميرا، يعني بعد ما وريت لكم الخدادية فكيتها تاني وظبطتها بحيث انك مينفعش تطلعي اي شغل من تحت ايدك الا وانتي واثقة تماما ان اي حد هياخده وهيقلب فيه وهيبص فيه ما يقدرش يطلع فيه نص غلطة. وبكده الفيديو خلص. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وان شاء الله انتظروني في فيديو تقفيل الملاية الفيديو الجاي باذن الله. حاول انزله بسرعة ومش هأخر عليكم.